سمعت حد قبل كده بيقول لك انت مش بتخس علشان ده نوع جسمك، او انت مش بتزيد عضلات عشان برضه ده نوع جسمك؟ طيب هل الكلام ده حقيقي؟ في الفيديو ده هنعرف هل فعلا نوع جسمك هو اللي بيأثر على تطورك، وهتعرف ازاي تمشي سعراتك صح مع كل نوع. اشهر تقسيمه لانواع الاجسام هي السوماتي تايب، بعيدا عن الاسم دي اللي قدمها العالم الامريكي ويليام شيلدون، والتقسيمه دي بتقسم الجسم لثلاث انواع: اكتومورف، ميزومورف، اندومورف. طيب نبدا بالاكتومورف. جسم رفيع، دهون قليله، حرق سريع، وصعب يزيد دهون. طيب يمشي السعرات ازاي؟ لو هدفه يزيد عضل يزود في السعرات الحراريه من 300 ل 500 سعره. اغلبهم بيقول انه بياكل كتير مع انه بياكل اقل من احتياجه، فلازم يحسب احتياجه ويزود عليه، ويهتم كويس قوي بالبروتين من 1.6 ل 2.2 لكل كيلو في جسمه. طبعا يعمل الفوائد الكبير من النشويات علشان هي اللي هتساعده يزيد. لازم يقلل الكارديو ويعمل تمارين مقاومه من 3 ل 4 ايام، ويستمر على فوائد السعرات لشهور. تاني نوع الميزومورف، وده هو اكتر نوع واخد الشكل العضلي من غير ما يتمرن. مواصفاته كتف عريض، بيزيد عضل بسهوله بس بيخسرها بسهوله نسبيا. لو عايز يزيد عضل هيعمل فائض بسيط من 200 ل 300 سعره. النوع ده بيستجيب بسرعه فمش محتاج يبالغ في السعرات. البروتين ثابت من 1.2 ل 2.2 لكل كيلو في جسمه، والكارب متوسط حسب النشاط. نظام اكل متوازن وتمارين مقاومه من 3 ل 5 ايام. كارديو معتدل مرتين ل 3 في الاسبوع. ثالث نوع والاخير الاندومورف، مواصفاته جسم اعرض، دهون اعلى، وبيزيد وزن بسرعه، وغالبا هيكون هدفه خساره الدهون. يمشي على عجز حراري محسوب 300 ل 500 سعره اقل من احتياجه. بروتين عالي 2 ل 2.2 لكل كيلو في جسمه علشان يكون محافظ على العضلات. الكارب لازم يتحكم فيه مش يمنعه علشان يكون مناسب لاحتياجه. واهم حاجه طبعا انه يراقب الميزان والمقاسات بتاعته. لازم تعرف ان مفيش حد 100% نوع واحد، اغلب الناس خليط بين الانواع. والتطور مش بيعتمد على نوع جسمك بس، بيعتمد على سعراتك والتزامك ونومك، وطبعا قد ايه انت مستمر وشده تمرينك. الخلاصه ان مهما كان نوع جسمك تقدر تغيره للاحسن، ولو عرفت تمشي سعراتك وتمرينك صح هتقدر توصل للجسم اللي انت عايزه. وبس كده، لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو اللي جاي.